عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنقص مع بعض طقم الجوبير الجميل الرائع. هو بصراحة شغله شيك جدا وحلو جدا وطلب مني كذا مرة، واحنا النهارده هنقصه مع بعض. تابعوني. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهل، اللهم اجعل الصعب سهل، وما توفيقي الا بالله. بسم الله. هطلع من هنا الاول الخداديات هخليها علشان القماش هنا بيبقى مش الجوبير، بيبقى يدوبك مقاسه على القد، فاحنا هنقيس كده. لو لقينا بعد المترين ونص زيادة هناخد ال55 بتوعنا. ملقيناش زيادة هنضطر ان احنا نعمله على 50، و50 بيبقى شغال برضو. دول كده 3 متر وزيادة، يعني معانا ال5 سنتي الزيادة. انا هاخد من هنا 55 بتوع الخدادية. تمام. ادي ال55 وهروح قلبه كده. حاولوا تظبطوا الجبار كويس علشان بيتزحلق. كمان الخرز اللي فيه ما شاء الله بيشبك في الترابيزه. كده الخداديات. هعمل ايه بعد الخطوه دي؟ هفصل زي ما عملنا قبل كده، هظبط كويس جدا وهفصل. كده انا خلصت الخداديات. هاخد من هنا 50 سنتي طول الكورنيش. ادي ال50 سنتي في نص الوردتين، مش محتاجه ان انت ايه تقيسي. خلاص عرفناه كده. هبتدي اظبط القماش بتاعي او الجوبير بتاعي. هاخد من اول الايه الجزئيه دي كده على طول من غير ما مسطره ولا حاجه، هي كده كده واضحه يعني. بس كل اللي احنا مطلوب مننا ان احنا نساوي القماش الجوبير علشان ما يبقاش فيه حاجه مش مظبوطه. كده انا خلصت الكورنيش ده. انا جايبه الجوبير 3 متر، طلعت منه 55 للخضريات. هو كده معايا 2.5 اهو، قسمتهم نصين زي ما شفتوني كده، وهوصلهم في بعض وهيديني عرض الكورنيش كله اللي انا عايزاه 5 متر. ودي هطلع منها 15 سنتي عشان هتبقى على الوش بتاع القرصه بتاعت السرير. ال15 سنتي هتاخد معايا الوردة كلها كده. هنبتدي نقصها مع بعض ان شاء الله. سهلة مش محتاجة كمان مقاس.
انا كده خلصت الكورنيش الحته اللي هتبقى على القرصه بتاعه المرتبه، خلصتها 15 سنتي. ودي هحط منها على المخدات، واللي هتفيد هعملها توكه، بتبقى هديه حلوه على طقم الملايات للعروسه او محتاجه هتاخد الطقم يعني، هتبقى شكلها حلو جدا. احنا مش بنرمي منه حاجه الحمد لله يعني. اللي هتزيد هتبقى توكه شيك وجميله جدا، وهعملها واوريها لكم. القماش بقى انا جايبه 5 متر ونص قماش، هاخد منهم مخدتين اهو. المخدتين زي ما قلنا 1.60 متر، وعرض المخدة متر 90 سنتي. عرض المخدة 90 سنتي اهو. يعني معظم القص المقاسات بتاعته ثابته زي 90 سنتي. بنطر القماش كويس جدا علشان ما يبقاش فيه حاجه لسه ما اتفردتش، وبقيس اهو وبقص على طول. لو في حاجه مش واضحه او حاجه مش فاهمينها اكتبولي في التعليقات وانا افهمكم اللي انتوا محتاجينه. فصلنا كده المخدتين اهو، دول كده المخدتين. هنرجع لهم تاني، بس اهم حاجه نخلص بقيه القص. وادي الخداديات مقاسنا ثابت فيها 55. طبعا لو في حد محتاج مقاسات اكبر من كده دي بتبقى مخصوص. المقاسات الثابته بتاعت اي حد شغال فيها بتبقى 55، وفي ناس بيعملوها 50. ايه تاني؟ هاخد القرصه بتاعتي 1.60 متر وعليهم 40 سنتي، هيبقى 2 متر. يعني احنا الحمد لله ملايتنا كبيره اهي. كده طلعنا الملايه. هاخد الكورنيش، طبعا انا بسيب الملايه بنفس عرض الطول، ما باخدش منه حاجه. البرص قدام البرص اهو، ما باخدش منه حاجه. عندي هنا الكورنيش المفروض هناخده متر، ادي خدنا متر اهو للكورنيش. هنفصل الكورنيش على 2 عشان يبقى يدينا اهو. هيدينا كام؟ عرض القماش في 2 240 في 240. شغل فاخر من الاخر. طبعا احنا هنوصل الاتنين دول كده عشان يديك عدلة القماش على طول لو انت هتتلخبطي في عدلة القماش. ودي هطلع منها الشرايط بتاعت الكرانيش لو حبيت اعمل كرانيش، هشوف كده. هناخد
قد ايه؟ 140 ونقسمهم نصين اهو. تمام كده، 140 وهنقسمهم نصين. طلعت 140. بصوا القص سهل وجميل ازاي، بس انت اهم حاجه تبداي وما تخافيش من حاجه. سهل جدا والتفصيل اسهل منه. ادي كده معايا خداديه اهي، وش وظهر. وش وظهر اهي معايا. هطلع لها القلاب وهتبقى خلاص كده خلصت. طبعا انا المره اللي فاتت اشتغلت الطقم ده كان احمر بالسوسته، بس انا مش هشتغل سوسته تاني النهارده. وهاخد القلاب 20 سنتي. اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا والحاجه والقص واضح معاكم ومفيش حاجه صعبه عليكم ان شاء الله. نرجع للمخدات بتاعتنا والتركايه الحلوه اللي فيها. هحط البرسل على البرسل كده واساوي وماشي كويس جدا، علشان البرسل مش مظبوط وانا لازم اظبطه علشان انا باخد مقاسات مجوز. هاخد من الناحيه المفتوحه دي وهقيس 90 سنتي. خدت 90 سنتي اهو. هبتدي ايه اضرب فرط زي ما احنا متفقين مع بعض اهو، وهفرغ بقى ايه المخده بتاعتي. انا كده طلع معايا المخدتين بكل سهوله اهو. مخدتي اهي مقاسها مش ضيقه ولا حاجه، جربوها كتير ومحدش اشتكى من المقاس بتاعي، والحمد لله مقاسها مظبوط وما فيهاش اي حاجه وكله شغال بال90 سنتي اهي. خلصنا المخدتين. هاخد بقيه الخداديه بتاعتي. عندي خداديه 55. طبعا دي كبيرة عن 55 هنصفيها. هاخد 140 وبعدين هصفيها. يعني 140 هي كده كده هتتصفى كلها مع بعض عشان هحتاج القلاب. فين 55؟ عادي لو انا حبيت اثبت على المقاس بتاعي تاني مفيش مشكلة، انا بحب اكد على ده كده عرض الخدادية. هطلع منها 20 سنتي لان هو اصلا اللي طالع من المخدة والمخدة طولها 1.60 متر، فمش محتاجة ان احنا نقيس كل شوية اهو. القلاب بتاعي 20 سنتي، القلاب كبير وكويس جدا
كده القلاب طلع. هقسم نصين كده، يعني انا بحاول اسهل عليكم والله. قسمت نصين اهو. كده طلعت المخده الخضريه بتاعتي الوش بالظهر بالقلاب بتاعها اهو. وطلعنا الجبير وطلعنا الكورنيش وطلعنا الملايه بتاعتنا، وكده الحمد لله تمام التمام وشغل فاخر من الاخر. وما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس وتابعوني. وفي حلقة القص جاية، التقفيل ان شاء الله جاية. سلام.